في يوم أنا وأختي وأخواني الصغار كنا جالسين في البيت وأمي جالسة تسوي الغداء. قلت لها إني أنا خلصت شغل البيت وبروح أتروش، وأنا بالحمام الله يسمعكم أسمع صراخ أمي قاعدة تصرخ. خرجت بسرعة حتى ما لحقت إني أغسل الشامبو من شعري، لبست وخرجت على طول. لقيت أبويا ماسك أمي من شعرها، سحبت أمي من يده ووخرناه أنا وأخوي، طلعناه برا الغرفة وقفلنا الباب. لقينا يد أمي تنزف ودم في كل مكان. كان أبويا ناوي إنه للأسف نزفت أمي كثير إلين ما أغمى عليها. اتصلت بسرعة على أختي وجت هي وخالي وجاء معاهم زوج أختي. أمي كانت يدها تنزف بشكل كبير وهي بحضني، كان مغمى عليها، وأبويا صارخ برا الغرفة ناوي يكمل ما شاء الله عليه، إلين ما جو أختي وخالي وأخذوها وأسعفوها للمستشفى. طلب الجرح 33 غرزة، غير أنه انقطع أكثر من وريد. نقلوا لها دم والوضع استقر الحمد لله. اقترح عمي على أبويا أن ننقل من البيت، لأن من جينا هذا البيت وسكناه وإحنا ما إحنا شايفين خير. صالح أبويا أمي ونقلنا البيت جدي، والحمد لله هدت المشاكل كثير. بدأت رحلتي مع الاختبارات. آخر سنة مرة ثانية كانت فترة صعبة، طول الليل أسهر وأدرس ولا أنام، وأغلب وقتي جالسة بغرفتي. والحمد لله نجحت بعد تعب نفسي وجسدي، لكن الصدمة إنه مو نفس المعدل اللي كنت أبغاه. المعدل اللي جبته ما راح يدخلني الكلية اللي أنا أبغاها. انهارت وقتها، لكن خلاص ما عاد في فايدة. جات فترة تقديم الجامعات، قدمت على تخصص ثاني وانقبلت فيه، لكن أبويا وقف في وجهي ورفض إني أدرس هذا التخصص. بعدها أحد اتدخل وقال أنا بسجل اسمها في تخصصنا بعيد عن الرجال والاختلاط، بس بنات، وانجبرت إني أوافق عشان أدرس وتكون عندي شهادة، وما بينت لأحد إني أنا مجبورة. وعدت نفسي إني أحقق أعلى الدرجات وأكون الأولى، وأتوظف وظيفة أقدر أصرف فيها على أمي وأخواني، ولأن الكلية أهلية فتحتاج مصاريف عشان أقدر أشتري أدواتي وملابسي وغيرها من الأشياء الكثير. وقتها صرت أدور على طريقة أصرف فيها على نفسي، إلين اشتغلت شغلة أني صرت أهتم بالأطفال لما يكونوا أهاليهم مشغولين أو في الدوام، يعني الصباح، فترة أهاليهم لما يكونون مشغولين كذا كم ساعة، وأخذ على قد الاهتمام فيهم أو قديش مسكتهم. كانت الشغلة هذه بركة مو طبيعية، لدرجة أني أنا صرت أصرف على أمي وأقول لها مصروفي خليه معك، لدرجة أني أنا صرت أصرف على أمي وأقول لها خذي مصروفي وخليه لك، أنا ما أحتاجه، ولو احتجت أنت تعطيني. طبعا كل هذا من وراء أبويا. كان يجيني قلق إلين ما يروح الطفل مع أهله، لا يجي أبويا ويشوف إيش قاعدة أسوي. جلست شهرين إلين جاء اليوم اللي أبويا جاء، رجع بدري من دوامه وشاف الأطفال وشاف أهلهم لما جو عندي، وتخاصم مع أهل الطفل وطردهم، واستلمني ضرب وتهزيء وتهديد إنه لو شاف أحد بعد كذا راح يحرمني من جامعتي. اضطريت إني أنهي مشروعي للأسف. الآن أنا سنة ثانية جامعة، يبدأ دوامي الأسبوع الجاي، ولو أقول لكم إنه ما عندي ولا فلس. ما تهمني مصاريف الملابس، عادي أداوم بلبس واحد طول السنة ما يهمني، لكن مصاريف التقارير والبحوث والأدوات. كان أخويا يبغى يشتغل عشان يصرف علي ويبغى يساعدني، فأبويا قال له اشتغل بحلالي، وفعلا راح أخويا واشتغل مع أبويا، وطول فترة شغله عنده ما أعطاه ولا ريال. وأمي إذا سألت أبويا فين راتب ولدك يتخاصمون وتقوم القيامة بينهم. كلنا نتمنى أن أبوي ينسجن ولا يسافر، لا إحنا نطيقه ولا زوجته الثانية تطيقه، ما حد يبغاه، ونتمنى أنه يختفي من حياتنا. بتقولون ليش أمك ما طلقت منه؟ هم هددها لو اتطلقت راح يحرمها من أولادها كلهم، وأمي مريضة وتعبانة وصحتها سيئة، مع كذا ما يعالجها ولا يجيب لها أدوية ولا شيء. ماني عارفة كيف بساعد أمي ولا أكمل دراستي. أحتاج نصايحكم كيف أقدر أصرف على نفسي، أصرف على أمي بدون ما أدخل بمشاكل مع أبويا، لأن أصلا ما يعرف حتى أن عندي جوالي هذا سري، لو عرف بيذبحني. انتهت القصة.